هاتي حبة كرنب ونديرو مع بعضانا دورمة باللحم المفروم، يعني اللحم الدجاج ولا اللحم الخروف. نبدأ بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أحبائي حبيباتي في قناتي، قناة مريم كوك ديزناف. جيتكم بهذه الوصفة هذه اللي راهي بنينة بالبزاف وتعطيكم كمية ما شاء الله. يعني أنا عديت غير نص من حبة الكرنب هذه. كما راكم شايفين أنا حطيت قبل البرمة فوق الغاز وبديت نفصل في الوراقي تاع الكرنب هذو كما راكم شايفين باش نحضر الكرات تاع الكرنب اللي كما قلت لكم. هكذا نبقى غنفصل فيهم باش نبدا نقطع. لأن حبيت نحيهم هكذا باش ما نفزتش الحبه. حبيت نحي قطعه من الوراقي ونخلي الباقي. واش راكم حبيباتي؟ سمحوا لي على التاخير لظروف ما. بقيت مع قناتي الاولى كوزينتنا دي زاد، وراكم شايفين مشاهدات جد ضعيفة مع اني عاملة مجهودي. وكما راكم شايفين الوقفة هذيك تاع الكوزينة وزاد مع التصوير وتعرفوا مع العائلة ما عندي وش نحكي لكم. ربي يكون يحسن في العون. وانا ماذا بيا نشارك حبيباتي. كاينين البنات ما اول مرة يدخلوا المطبخ يتعلموا كيفاه يطبخوا، وكذلك نجيو بالافكار. يعني يروحوا الافكار كي يجي واحد يجي يطبخ هكذا يخمم واش ندير. من هنا اليوتيوب ما شاء الله بزاف طباخات ماهرات نجيوكم بالافكار. ما تبقاوش متحيرين وديروا الوصفات اللي تحمروا بها وجوهكم قدام اهلكم وازواجكم. كما كاين بنات زوجوا جدد ومن القرايه لطول الزواج ما يعرفوش. وحنايا رانا كل خطره نقدم لكم وصفه من وصفات المطبخ. وعلى بالكم اكل الجزائري متطور بزاف بزاف. هنا بعد ما غسلت الوراقي تاع الكرنب في الماء والخل، بالكم الحشرات ما تشوفوهمش كيعودوا داخل في الاوراق هذوك، سواء تاع السلطه ولا الكرنب ولا شوفلوغ. غسلته بيان وقطرته وهكذا قطعته على هكذا خيوط خيوط. دركا قبل ما نحطه يفور رشيت له شويه ملح وحطيته يفور. خليه قد ما يفور يطيب بزاف يساعدكم. نروحوا للمرق. هنا دي حبة البصلة قسمت على زوج نص. راني حنديرو للمرق، اني حاطه كل المقادير امامي. هذا الملح، هذا راس الحانوت، ولا تحبوا ديروا البهار تاع الدجاج وفلفل الكحل او الابيض واش عندكم. نزيد المعدنوس ندير نص ونص نخليه للكرنب. نزيد نكمل. هنا نحيت المرة راح نخدم بليسكالوب تاع الدجاج. هذا العظم تاع الزر حبيت ندي البنة برك، واللي يحب يضيف الدجاج يضيف. هنا درت مغرفة تاع السمن. دوك نزيد زوج مغارف زيت العادي، زيت المائدة. هكذا كامل نخلط كل المواد كما راكم شايفين. لا راني ما درتش الثوم، تحبوا تضيفوا الثوم تحبوا ما تضيفولوش، انا ما حبيتش نضيف، اكتفيت غير بالبصله. ها هي حطيت على نار متوسطه تتقلى لي مليح. في نفس الوقت حاطه الماء يغلي لي على جال الحمص بيتسرح في الطياب. ها هكذا نغطي قسمه، نغطي العظم كامل، يعني هذا المرق هذا كامل على جال الحمص باه يطيب.
نسكر الكوكوطه تاعي. هذه كوكوطه الضغط. نروح نحضر لهنا نصف صدر تاع الدجاج، يعني درت غير النص، تحبوا ديروا تاع الغنمي ديروا. وهذه البصله كما قلت لكم درت حبه قسمتها على زوج، الملح وفلفل الكحل وراس الحانوت، نفس لي زيبيس اللي درتهم في المرق. ونضيف المعدنوس اللي بقى لي. هكذا نخلطهم هكذا في بعضهم. لازم صدر الدجاج عفوا يهز البنه تاع لي زيبيس والبصله والمعدنوس باه يجيكم كريات تاع الكرنب يجيكم بنين. زاد حاجه ما درتهاش هنا، ها الكرنب لازم يكتر لكم مليح ينشف من الفار تاعو، على بالكم الكرنب يهز الماء. لازم يا اما تعصروه باه تخرجوا منه الماء مره، ولا تخليوه ينشف لكم مليح مليح. انا نشف لي على هذه لحتو هكذا باه تشوفوه. ها لا انا نخلط بهذه الطريقه. في نفس الوقت هاي نمعس هذاك في الكرنب، ها طيب يعني زبده. هذه هي الخلطه تاع الكرنب. المهم هذه الوصفه هذه تقدروا ديروها في رمضان، يعني وصفه بنينه. تقدروا تزيدوا غير الطرف تاع الدجاج، بويسك انا درنا ليسكالوب تاع الدجاج او اللحم المفروم الدجاج. دركا نضرب البيضه هكذا كما راكم شايفين، ونضيفها للخليط هكذا. نتم نعجن مليح الكرنب مع الكفته تاع الدجاج هكذا بهذا الشكل. كما قلت لكم كيف لكم لازم تنشفوه مليح ولا تعصروه، ديروا فيه فوطه وعصروه كل شلامه هكذا، يعني تلموه مليح وتعصروه ويخرج الماء نتاعو. لهنا هاهو بعد هذا كون ما جاش معصور، كون ما تسلمليش الكرنب هذا هكذا نوجدهم كامل امامي. المرق ويطيب والكرنب دوك راني نحضر فيه، نشكلو كل على حبه. تحبوا ديروهم عجيجات ولا تحبوا ديروهم هكذا. نعقبهم كامل على الفرينه. اسمحوا لي راهو تغلقت من الصوت تاعي. هكذا نعقبهم كامل على الفرينه، ونحط الزيت نقص الغاز يسخن لي بالعقل. لازم يسخن ماشي يحمى بزاف يحرق لكم الحبه. ها هو عطاني هذه الكميه وطبسي واحد اخر. دوكا نحطو يتقلى لي هكذا بالعقل، يجي على اللون هذا. راح لي الفيديو صوني لي تليفون على هذه اللي راح لي كي تقلى وكمل. درتو في البلاطه الكراتا، درت على المرق هذاك اللي طابلي كي لقيت الحمص طابلي، درتو وخليته تجمر لي واحد 20 دقيقه برك. هذا ما كان. شوفوا كيفاه جا. راني دوكا درت عليه المعدنوس هذا كنت مبساتو. شوفوا كيفاه جات الحبه. على بالكم الدجاج يطيب ليه سيرتو الكرنب كيعود طايب. شوفوا المرق كيفاه جاي خاطر.
والبنة ما نحكي لكمش، لازم كي تطبخوا قبل ما تجمروا الاكل تاعكم لازم تذوقوه، ما يجيكمش ماكله مسوسه تجيكم صامته، لازم تذوقوا، كي تلقاو ناقص ملح تزيدوا له الملح. ها هو الحمص طاب، المرقه شوفوا كيف جات، الله الله ما شاء الله، يعني جات مرقه بيضاء على بالكم هي صعيبه، بصح راني جيتكم بهذه الطريقه هذه، شوفوا كيفاه جا ولا اروع، والبنه ما نحكي لكمش جا قراب بنين. نتمنى تجربوا حبيباتي، وصفه رائعه جدا، ما عندي وش نزيد نحكي لكم، ما عندي وش نزيد نشكر لكم، كي تجربوه وتذوقوه تعرفوه. هكذا تحبوا تزينوا معاه القارص، انا ما درت معاه غير المعدنوس. شوفوا كي قسمت الحبه، شوفوا كيفاه جاي حاكم روحو. شاهدكم في الجنة حبيباتي، راهو قراب بنين، هايل 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 بزاف، قد ما نشكر لكم ونقول لكم قليل. شاهدكم في الجنة حبيباتي، مع السلامة في فيديو آخر، وما تنسونيش بالاشتراك.